السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. وعاوز أتكلم على شيكابالا واعتزال شيكابالا والناس اللي بتتنمر على شيكابالا. يا جماعة، الراجل اللي اعتزل خلاص ومحدش يختلف على موهبة شيكابالا. فمش عارف الناس اللي هي يعني بتتنمر على شيكابالا. يعني أنت لو سألت أي لعيب في النادي الأهلي مش هقول لك جمهور ولا حاجة، وعلى يمكن الكابتن محمود الخطيب هيعترف بموهبة شيكابالا. ويعني الأمر ده مفروغ منه يا جماعة. مش عارف أنا الناس اللي بتتكلم على شيكابالا وبتقلل عليه سواء كان لاعب أو بعد ما اعتزل، أتمنى له التوفيق يا جماعة وبلاش التنمر. يعني شيكابالا لعيب كبير، مفيش يعني لا غبار على كده. فأنت بتتكلم في إيه يا عزيزي اللي بتنتقد شيكابالا؟ شيكابالا ما جابش بطولات. شيكابالا كفايه ان انت يعني كنا بنستمتع بموهبه شيكابالا. وزي ما احنا قلنا وذكرنا قبل كده، لاعيبه النادي الاهلي ذات نفسها عارفه موهبه شيكابالا وتقل شيكابالا في الملعب، وياما امتعنا باهدافه الجميله. شيكابالا لا غبار عليه يا جماعه، لعيب كبير لعيب كبير، ونتمنى له التوفيق. ربنا يوفقك شيكابالا في خطوتك القادمه، ونحب برضو نشوفك في برنامج مع ابراهيم فايق MBC مصر. وكل توفيق ليك يا شيكابالا في القادم، وربنا يوفقك. شيكابالا لعيب كبير لعيب كبير، مفيش مشاكل، واهدافه ياما امتعنا ومراوغاته. وكل توفيق ليك يا شيكابالا. حبيت بس ان انا اقول كلمتين لشيكابالا احييه فيهم بعد اعتزاله. كل توفيق شيكابالا، وكفايه بقى تنمر الجماعه اللي هم على الفاضي وعلى المليان في السوشيال ميديا الفاضيين دول. شيكابالا موهبه كبيره، مش مستني انت تقول عليه ان هو لعيب ولا مش لعيب. كل الدنيا والاهلاويه قبل الزملكاويه عارفين موهبه شيكابالا. اما بقى نروح لاسامه ابو علي والعقد الاحترافي اللي جاله وكده. هو ان انا بايد اي احتراف يجي لاي لعيب في الاهلي بصراحه. طير على طول، بيع بصراحه يعني. وبحيي النادي الاهلي لان هو صاحب خلينا نقول صاحب المبادره في حته ان هو ما بيبقاش على لعيب. في عقد زي ما كتبنا قبل كده في بوستات قبل كده، في عقد محترم، في وكيل جايب عقد محترم بشروط النادي الاهلي. اتفضل، الاهلي ما بيوقفش قدام اي لعيب، ودي معروفه. ياما لعيبه كتيره، تريزيجيه قبل كده ومحمد عبد المنعم شفناه الاهلي بيبيعه. واي لعيب، ما فيش الاهلي ما بيوقفش قدام اي لعيب. هات لي الشروط اللي انا اتحدث عنها بلسان النادي الاهلي اللي انا طالبها، العقد، الفلوس، اتفضل توكل على الله، ما فيش اي مشكله. بصراحه بحيي النادي الاهلي في الحته دي، واتمنى جميع الانديه، زمالك، بيراميدز، اسماعيلي، اي حد لقيت القيمه المناسبه او التارجت اللي انت عامله للعيب الفلاني، اتكل على هو ده الاحتراف. انا اجيب لعيب ابيعه، افكه باثنين لعيبه بثلاثه لعيبه، هو ده الشغل الصح. لكن هتخلي اللعيب جنبك فده ما ينفعش. وبناشد نادي الزمالك برضو ان هم يحذوا حذو النادي الاهلي. لا، في لعيب جاله عقد مناسب بقيمه محترمه، توكل على الله وبيعه. يعني هو ده الاحتراف يا جدعان. الناس طلعت القمر واحنا لسه بنخلي اللعيب جنبنا بعشرات السنين. مفيش الكلام ده يا جدعان. شفنا الاهلي باع تريزيجيه ودي رجع تاني. الدنيا ما بتقفش على حد. تمام. بطالب كابتن محمود الخطيب وهو مش مستني مطالبتي ان جه عقد مناسب لاسامه ابو علي. تمام، اتفضل مشكورا بالسلامه وسام، ويمكن ترجع تاني النادي الاهلي، والاهلي يقدر يجيب لعيبه تسد فراغ اسامه ابو علي، رغم ان هو لعيب كبير مش بنقلل منه. وكل التقدير لوسام. تمام. محمد شريف برضو قادر، بس كنت يعني انا بقول ان جريتشيار يعني مش هو ده مهاجم النادي الاهلي يا جماعه، اللي يبقى رقم واحد. بايد كابتن محمد عماره، كنت سمعته صراحه في احد البرامج. وجريتشيار ما يبقاش يعني ايه المهاجم نمبر 1 للنادي الاهلي. حد زي ايفونا لعيب كان قوي جدا. كابتن حسام حسن في الماضي، كابتن محمود الخطيب، كتير يعني من نجومنا السابقين للنادي الاهلي، كابتن عماد متعب، احمد بلال. تمام. يعني مش جريتشيار يا جماعه اللي هياخد ويحل محل النجوم دي. نتمنى النادي الاهلي طبعا، والنادي الاهلي مش هيقف قدام وسام. العقد بس هو بتاع الريال القطري دون، الناس تدفع الشروط اللي قال عليها النادي الاهلي وبالسلامه. وسام او اي لعيب يجي لك عرض، النادي الاهلي مش هيقف قدام العرض اللي جالك. نتمنى كل الانديه حزو النادي الاهلي، والاهلي ما بيقفش قدام اي لعيب طالما هتجيب له الشروط اللي قال لك عليها. وبالتوفيق لكل اللاعبين. نتمنى الدوري القادم كده، ولو ان شايف ان يعني الاهلي عامل سكواد فظيع
بصراحه. بس في بعض اللاعبين هي هتمشي، هي الحاله هيمشي في الدوري المصري من جانب النادي الاهلي يعني، زي ما قالوا اشرف داري محمد هاني في الدوري المصري ماشي الكلام هيمشي شويه، لكن على المستوى العالمي او البطولات اللي الاهلي بيلعب فيها خارجيا، كاس العالم للانديه وبطوله افريقيا، وبنروح نلعب فرقه زي صن داونز قويه، الوداد قوي، مش عارف الكلام دون. فالناس دي بالبلد كده خلينا نقول ايه، مش يعني الحال مش هيمشي. فنتمنى قلب الدفاع بالذات في النادي الاهلي ان هو يعني يبقى فيه لعيبه تسد الثغرات دي، بعد ما كان محمد عبد المنعم، والحته دي بقت ايه، عايزه تدعيم جامد من جانب النادي الاهلي. واعتقد اداره النادي الاهلي مش هتستنانا ان احنا نقول نطلب بالدعم وكده، هو اكيد الناس شغاله، واكيد حد هيجي يعني بعد رامي ربيعه ما مشي ومحمد عبد المنعم تمام، وقبلهم حجازي الاهلي ما بيقفش على حد تمام، ناس بتمشي وناس بتيجي وكده هو يعني. فكل التوفيق للنادي الاهلي، والناس اللي بتنمر على شيكابالا نرجع تاني لشيكابالا. شيكابالا لعيب كبير يا جماعه، وكل التوفيق لشيكابالا وربنا يوفقك يا شيكابالا في القادم، ونتمنى لك كل خير. شيكابالا لعيب كبير مفيش كلام، وطبعا الاهلاويه برضو كانوا بيحذروا شيكابالا تمام قبل الزملكاويه. كل التوفيق شيكابالا، بدانا بشيكابالا وننهي بشيكابالا، ربنا يوفقك فيما هو قادم شيكابالا. وسام ابو علي كل التوفيق خارج النادي الاهلي، وان الاهلي بيتك في اي وقت تقدر ترجع مفيش اي مشاكل تمام، والاهلي ما بيقفش قدام اي حد من اي حد يعني يجي له عقد احتراف من بره تمام. فالنادي الاهلي ما بيقفش قدام اي لعيب يجي له عقد محترم. فتمام اتفضل مع السلامه. والاهلي بيعرف يجيب صفقات، وبيعرف الاهلي بصراحه خلى الدوري المصري السنه الجايه هيبقى نار 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 تمام. فمش عارفين يعني، نتمنى برضو الزمالك يدعم صفوفه، ما يبقاش على الحرس القديم، عشان القوه الضربه من النادي الاهلي يبقى برضو يبقى فيه تنافس وكده. طبعا احنا شفنا الزمالك نهى الثالث وبيراميدز دخل بقوه، لولا الاهلي موجود اخر 3 نسختين قدام بيراميدز كان هيبقى بيراميدز طبعا هو بطل الدوري لمده 3 اعتقد ما تدخلنيش الذاكره المواسم اللي فاتوا، لو الاهلي ما كانش موجود في الدوري المصري. كل التوفيق للكره المصريه، وكل التوفيق شيكابالا، وكل التوفيق لاسامه ابو علي. كره مع ناصر الغر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.